البنت دي كان متقدم لها عريس، فاخدت صاحبتها وراحت علشان تقابله وتشوفه لاول مره. اول ما شافت العريس لقيته واقف وماسك بوكيه ورد وبيقدمه لها، فكان كل همها العربيه اللي جنبه. قالت له هي العربيه دي بتاعتك؟ قال لها لا طبعا، دي مش عربيتي، انا معايا السكوتر ده، انا لسه في بدايه الطريق، وبكره وبعده انا وانتي يبقى معانا عربيه احسن من دي. قالت له بدايه طريق ايه؟ انا لو اعرف كده انا ما كنتش جيت قابلتك، انا واحده جميله والف واحد يتمناني، انا اتجوز واحد احسن منك واغنى منك، روح دور على واحده زيك، لكن انا ما تفكرش فيا، يلا بينا نمشي ونسيبه، مش عاوزين حد يشوفنا معاه. مشيت وسابته. صاحبتها اللي كانت معاها صعب عليها جدا الشاب ده، وصعب عليها كسرة نفسه، شالت بوكيه الورد من على الارض وراحت له وقالت له ما تزعلش نفسك، بكره وبعده هتبقى حاجه كبيره جدا، اوعى حاجه تحبطك ولا تزعلك. وهم بيتكلموا السكرتير بتاعه جه وكان بيتكلم معاه على شغل. هنا البنت عرفت ان هو غني وكان بيعمل كده علشان يختبرها. في اللحظه دي رجعت وقالت له انا اسفه، انا كنت بهزر معاك. قال لها بتهزري معايا ايه؟ بالعكس انت حقيقتك ظهرت، انت انسانه ماديه وطماعه. فقال لصاحبتها تقبلي تتجوزيني؟ فصاحبتها وافقت واخد صاحبتها ومشي. والعروسه الطماعه كانت ندمانه على اللي هي عملته. فعلا الطمع يقل ما جمع. صلوا على النبي في التعليقات.